اعمل نفسك عبيط. ودي جملة كان واحد صاحبي دايما بيقولها لي في مواقف كتير بتحصل معانا. والحقيقة انا بحب الفكرة دي قوي، او بحب التصرف ده قوي، انك تبقى فاهم اللي قدامك وفاهم الدنيا ماشية ازاي. بس خلينا نقول بتمشي الدنيا، بيريح دماغك، تريح نفسك، بيفصلك عن حاجات كتير، بيخليك في غنى عن حاجات كتير قوي. بس في ناس ما ينفعش تعمل معاها التصرف ده او انك تطبق معاهم الفكرة دي. لان في ناس يعني انا بعتبرها مريضة، اللي هو بيبقى دايما حابب ان هو يفرض رأيه، حابب ان كلمته بس هي اللي تمشي، سواء كان مدير سواء كان مسؤول سواء ايا كان. فكلنا بنقابل الحد ده او الشخص ده، والحقيقة اللي انا بشوفهم اشخاص مريضة. هقول موقف سريع كده. آه، في فترة من فترات، مش هنحدد بالظبط عشان ما ندخلش في تفاصيل، كنت شغال. مش هنقول برضو شغال ايه. ف شغال شغل معين، عملت شغل يعني وصلت لمرحلة ان انا انجزت شغل. فحد جاي لوحده كده، لوحده والله يعني. ها عملت ايه؟ فاتفضل شوف. لا، استنى، ما ينفعش، انت ازاي عملت كده؟ ستوب، لازم تعمل كذا عشان كذا يحقق كذا. فاتكلمنا مع بعض، اتكلمنا طبعا بمنتهى الاحترام. فاتكلمت فقلت له انا عملت كذا عشان كذا، فقال لي لا لازم تعمل كذا عشان كذا. فقلت له إيه يعني؟ اننا بنتناقش ووصلنا للحوار، هو يعني مش حابب يعني، ولقى ان اللي قدامه فاهم إيه، ان انا برضو هو قال حاجة، فانا قلت له لا ممكن نعمل حاجة تانية افضل، او دي هتكون افضل وافضل للشخص اللي احنا شغالين عليه. ف كلمة من هنا على كلمة من هنا، مناقشة مش أكتر. فهو حس اللي قدامه فاهم. فبرضو الناس أو المرض ده هو مش بيحب إن هو يحس إن اللي قدامه فاهم، أو إن اللي قدامه عنده معلومة عنه، أو إن اللي قدامه هيمشي كلامه أو هيطبق اللي في دماغه. وأنا من النوع اللي ما بحبش حد يمشي كلامه عليا، وبحب التحديات قوي وبقبل الحاجات دي. فالمهم من هنا لهنا هو مصمم ان هو يعمل اللي في دماغه، او هنعمل اللي هو بيقول عليه. وانا مصمم ان انا مش هعمل اللي هو بيقول عليه، مصمم هعمل اللي في دماغي وهكمل عادي. فالمهم من هنا لهنا عشان هو شايف نفسه صاحب سلطة او كده، فستوب، وقف الشغل ما تشتغلش. فانا اللي هو ها ماشي، ماشي الدنيا، ماشي، مش عادي، بس مش هعمل اللي انت بتقول عليه برضه. شوية وكان برضو معانا حد تاني جه شاف الشغل. ها غزال ايه الدنيا بتاع؟ والله في كذا كذا، فلان قال كذا كذا وانا بقول كذا كذا. قال لي يعني اعمل نفسك برضو عويط، كبر دماغك، اللي انت قلته هو الصح، واللي انت قلته اعمله وطبقه وسيبك منه. تمام، واشتغل وكمل زي ما واشتغلت وكملت زي ما انا، وخلصت الشغل وطلع زي ما انا عايز وافضل بفضل ربنا وبتوفيق ربنا الحمد لله. خلاصة الموضوع، عايز اقول لك مش شرط ان الحوار ما بيننا يكون في حد منتصر. انا مش داخل معاك تحدي، مش بننافس بعض، مش بنسابق بعض. احنا بنتناقش اننا نوصل لحل مثالي، حل افضل للطرف الثالث، مش ليا ولا ليك. احنا شغالين على حاجة، على حد، على بيشنت، على شخص. فاحنا بنتناقش اننا نوصل الافضل ليه هو، تمام، الافضل بالنسبة له. مش ان انت انتصرت عليا او ان انا انتصرت عليك او الكلام ده كله. يعني انا مش داخل معاك في كده، ولا انت تعنيني في حاجة اصلا. يعني انا كل هدفي ان انا برضي ضميري، وربنا سبحانه وتعالى مطلع علي ان انا اعمل الحاجة الصح وخلاص. مش مستنيك ان انت تيجي تقول لي لا انت كده غلط او ان انت كده. لان زي ما بقول لك انا بشتغل لنفسي، بيني وبين ربنا، برضي ربنا وبرضي ضميري. تمام. المرض ده او الشخص ده هو بيبقى دايما حابب ان هو يمشي كلامه، ايا كان كلامه صح غلط هو لازم هيطبق كلامه. وانا انا عكس النوع ده خالص، او عكس الفكره دي، او ان انا ما احبش حد يتعامل معايا بالشكل ده. برضو موقف ان انا في بدايه مشواري في الاول خالص، اول ما بدات ان انا انزل عيادات. لسه كنت بادئ، مش في بدايه مشواري، في سنه ثالثه. سنه ثالثه
ننزل اماكن طبعا، لسه بتنزل تريننج، بتشوف الدنيا وبتمشي، يعني لسه مش عارف حاجه، لسه بتقولي هادي. رحت في مكان كويس يعني. بس طبعا انا لسه سن صغير، وفي ناس طبعا اكبر مني موجودين، وفي تريننج اكبر مني، وفي كذا حد موجود. مكان حلو قوي، مكان ممتاز. تمام يعني، مكان كويس. سبت المكان ده. ما كملتش فيه اصلا يعني، ما طولتش بسبب ان الشخص اللي فيه او المدير اللي فيه، اللي هو الحد المسؤول، هو عايز يقول للناس اللي معاه يمين فهيروحوا يمين، يقول لهم شمال فيروحوا شمال. وده اللي كان بيحصل فعلا يعني، ده اللي كان بيتعمل. فجه معايا لا انت هتقول لي يمين هروح شمال فاهمني. فمش انا اللي هتقول لي كده هروح كده، فمش هينفع معايا الكلام ده. ايا كان الشغل ايه هو، ايا كان الحاجه دي بالنسبه لي كبيره هتضيف لي ايه باللازم، فلا انا ما ينفعش معايا الحاجه دي، او مش دي الحاجه اللي تمشي معايا، ومش دي الحاجه اللي تناسبني. فلا من اولها كده من قصرها ما كملتش في المكان. فبرضو عايز اقول لك، هو دي برضو حاجه نوع يعني، فيها نوع من انواع التكبر شويه. هو بيبقى شايف ان هو مفيش زيه، هو هو اللي يقول اه او لا، هو اللي يقول يمين وشمال، هو اللي يقول لك امتى تكمل وامتى تقف. يا عم مش كده والله يعني، ما بتتحسبش كده. تواضع، تواضع حلو يعني. وعايز اقول لك برضو بيبان عليهم يعني. النوعية دي من الناس بيبقى باين عليهم والله يعني، بيقول لك ايه سماهم في وجوههم يعني. نوع الناس الطيب، اللي اصله طيب، تربيته كويسة، بيبان من شكله والله يعني. في قبول في وشه، على عكس النوع ده خالص والله الحقيقة يعني. بيبان عليهم قوي ان هو شخص يعني مش عايز اقول حاجات، بس صدقني حاجة مش لطيفة خالص، حاجة مش لذيذة خالص. وانا حد ما بيمشيش معايا الكلام ده نهائي. ايا كان المكان اللي انا فيه هيضيف لي ايه باللازم، ايا كان المكان ده بيمثل لي ايه، هو ايه بالنسبة لي، فانا الحاجة دي لا، عندي رقم واحد، ما احبش حاجة زي كده. فعايز اقول لك يعني تواضع يعني، من تواضع لله رفعه. وزي ما بقول لك بيبان عليك قوي يعني، بيبان في ملامحك، بيبان في تصرفاتك، بيبان في كل حاجة القبول. والقبول دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فيعني حاول على قد ما تقدر انك ما يكونش فيك الداء ده يعني، وربنا يشفي كل مريض يا رب ويشفي. يعني اتمنى تكون الرسالة وصلت. توفيق دايما ان شاء الله. السلام عليكم.